السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن ايه هو اطار العمل ايونيك. وات از ايونيك فريم ورك؟ اول حاجه، ايونيك فريم ورك هو حاجه كروس بلاتفورم بنطور بيها للويب وبنطور بيها للموبايل، سواء كان اندرويد او سواء كان اي او اس. بتكتب كود بيز واحد، كود واحد يطلع منه موبايل ابلكيشن للاندرويد وللاي او اس وللويب كمان. فهو ترولي كروس بلاتفورم. طيب تعالوا نشوف الويب سايت بتاع ايونيك فريم ورك. ايونيك فريم ورك هو ذا موبايل اس دي كي فور ذا ويب. تمام، بيقول لك ان هو اوبن سورس موبايل يو اي تول كيت فور بيلدينج مودرن هاي كواليتي كروس بلاتفورم موبايل ابس فروم سنجل كود بيز، وبيستخدم انجولار او فيو او رياكت. طيب معنى الكلام ده ايه؟ بيقول لك ان هو اوبن سورس. اوبن سورس يعني اي حد يقدر يطور عليه ويقدر ان هو يخش ويعدل السورس كود ويشوف السورس كود. تمام. موبايل يو اي تول كيت. موبايل يو اي تول كيت يعني بيرسم الحاجات بتاعت الموبايل اللي هي الهيدر واللي هي المنيو واللي هي الباتونز واللي هي الحاجات دي هاي كواليتي بجوده عاليه. تمام. وكروس بلاتفورم ان هو ليه عابر للمنصات، سواء كان اندرويد او سواء كان اي او اس او سواء كان ويب. تمام. فروم سنجل كود بيز، من كود بيز واحد، يعني كود واحد تكتب كود واحد يروح لكل المنصات دي. والبدء بتاعه سهل جدا. احنا هنستخدم نود وهنستخدم النود باكج مانجر وهنسطب ايونيك. تمام. طيب نروح للديمو بتاعنا. الديمو بتاعنا بيقول ان هو يو اي كومبوننتس. يو اي كومبوننتس زي ما اتفقنا ان هو اليو اي كومبوننتس عباره عن مثلا هنا باتون لو ضغطت عليه يجيب اليرت، هنا في سلايدر، هنا في تشيب، هنا في تشيك بوكسز، هنا في توجل، هنا في انبوت. فهو عباره عن بيوفر لك كل القطع الصغيره دي. والبروجرامينج للموبايل عامل زي البازل اللي تجيب كل القطع الصغيره جنب بعضها لحد ما تكون صوره كبيره. تمام. فهو بيوفر لك القطع الصغيره دي، بيوفر لك اليو اي كومبوننتس اللي تقدر تطور بيها للموبايل. طيب ايونيك بينتجريت مع انجولار بشكل كويس جدا 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 جدا، وبيوفر لك حاجات جميله جدا تقدر تطور بيها، سواء كان ان هو بيوفر لك انتليسنس، يعني ان الكود يكمل نفسه بنفسه، سواء ان هو يوفر لك بلجنز جميله جدا، سواء ان هو يوفر لك تايب سكريبت عشان تايب سيفتي، سواء ان هو يوفر لك كل الميزات بتاعت انجولار هتلاقيها في ايونيك. طيب بعد كده هو بيوفر لك ايه تاني؟ بيوفر لك حاجه اسمها كاباسيتور وكوردوفا. كاباسيتور وكوردوفا من ميزاتهم حاجتين، كاباسيتور وكوردوفا. كوردوفا الاول كان ايونيك بيستخدم كوردوفا. كوردوفا دي عباره عن بلاتفورم. البلاتفورم دي بتاهلك ان انت تكتب الويب كود، والويب كود ده بيتعرض على الموبايل كاب نيتيف. ف كوردوفا كانت عباره عن بريدج ما بين الويب كود اللي هو ال HTML وال CSS والجافا سكريبت والموبايل اب اللي هو الاي بي كي، او اللي هو الاب اللي بيطلع للاي بي اي اللي هو اللي بيطلع للاي او اس. وكاباسيتور هو النسخة المحدثة من كوردوفا اللي عملها تيم ايونيك عشان يقدر ان هو يضيف فيتشرز اكتر ويضيف فلكسبيليتي اكتر ويركز اكتر على الويب ويركز اكتر على تطوير البي دبليو ايز. وبعد كده هنيجي لنقطة الثيمينج والستايلينج. الثيمينج والستايلينج في ايونيك ممتاز جدا. يعني هنا لو عايزين نشوف لي الاندرويد فهنلاقي شكله كده. تمام. شو اكشن شيت كده. لو عايزين نشوف للاي او اس هنلاقي شكله كده، فهنلاقي ان هو ادابتابل. تمام. وهنروح للدارك مود هنلاقي شكله كده، وهنروح للاندرويد هنلاقي شكله كده. لو تلاحظوا الباتون شكله متغير، يعني هنا الباتون عباره عن واخد الستايل بتاع الاي او اس. لو هنا هتلاقوا الباتون ماتيريال واخد الماتيريال ديزاين بتاعت الاندرويد.
فبيبقى ادابتابل. فدلوقتي الثيمينج والستايلينج ممتاز جدا في ايونيك، وبيستخدم ساس وبيستخدم تكنيكس ممتازه جدا في ان هو يحافظ على ستيمز وكالرز مختلفه، و برايمري كالرز وسكندري كالرز ودينجر وورنينج وكالرز مخصصه لكل حدث من احداث التطبيق. الايونيك سي ال اي زي ما احنا شايفين كده بتقدر ان انت بتكريت من خلالها وبتبيلد وبتست وبتديبلوي بالايونيك سي ال اي. you can even use your favorite JavaScript framework سي ال اي. ممكن ان انت تستخدم السي ال اي بتاعت ايونيك، وممكن تستخدم حتى السي ال اي بتاعت انجولار بشكل مباشر. طبعا زي ما احنا عارفين في enhanced editor tooling في ionic extension ل Visual Studio Code بتسهل عليك الدنيا. في هوت ريفرش وهوت ريلود. الهوت ريفرش لما تعمل تشينج في الكود يظهر اوتوماتيك على الديفايس. ميزه ايونيك اللي انت ممكن تدور على البراوزر العادي، فهو سريع جدا 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 في تطوير. يعني مجرد ما تتك سيف تلاقيها ريفلكتد على طول في البراوزر بدون اما تحتاج تعمل اي حاجه تانية. ولو حاطط الاب بتاعك على الهوت ريلود على الموبايل يظهر التغيير على الموبايل برضو بشكل سريع جدا. بعد كده ممكن اللي انت تستخدم طبعا الجافا سكريبت اوف يور تشويس. ممكن تستخدم انجولار، ممكن تستخدم فيو، ممكن تستخدم رياكت. ايونيك فيو وايونيك رياكت وايونيك انجولار. تمام. البرفورمانس بتاعه كويس جدا، 60 فريم بير سكند، نيتيف سكرولينج، اوت اوف ذا بوكس 100%، لايت هاوس بي دبليو اي برفورمانس سكور، و افريج تايم تو انتراكت 1.8 سكند، و 2 اكس بريفيوس فاستر، يعني سريع جدا عن الاصدارات السابقه. تقدر تاكسس الفايل سيستم بتاع ايونيك، تقدر تاكسس النيتف فيتشرز زي الفايل سيستم عن طريق بلجنز. تمام. البلجنز دي عباره عن حاجه بتربط ما بين الديفايس بتاعك والجافا سكريبت بتاعتك. فالديفايس بتاعك مثلا لو كان جافا، تمام، والجافا سكريبت ده بريدج ما بينهم هما الاثنين. الملف ده بيعرف الملف ده يعمل ايه، وبالتالي تقدر تتحكم في الكاميرا، تقدر تتحكم في الفايل سيستم، تقدر تتحكم في الشير، تقدر تتحكم في كل الجي بي اس، تقدر تتحكم في كل النيتف فيتشرز بتاعه الجهاز بنسبه مثلا يعني 90 ل 95% من النيتف فيتشرز بتاعه الجهاز. طبعا زي ما اتفقنا انت بتكتب مره واحده وبترن في اي مكان، وممكن تعمل كاستوم بلجن ديفلوبمنت. لو ما لقيتش البلجن بتاعتك بتاعت النيتف تقدر تعمل البلجن بتاعتك. تقدر ان انت تبيلد وتديبلوي في الكلاود عن طريق حاجه اسمها ايونيك افلو. اليو اي بتاعته زي ما احنا اتفقنا ادابتابل، يعني هنا شايفين ده للاندرويد، شايفين ده للاي او اس، شايفين ده الكاستوم. تقدر ان انت تديفلوب اليو اي بتاعتك زي ما انت حابب. طبعا ناس كتيرة جدا بتحب ايونيك، وفي 15 مليون واحد بيستخدم ايونيك بشكل شهري. في عندك 50,000 ستار على جيت هاب، في عندك 123,000 فولور على تويتر، عندك اكتر من 100 ميت اب، وكل الحاجات دي زي ما اتفقنا ان هو في الكومبوننتس دي اللي هي القطع الصغيره، البازل الصغيره عشان تكون الاب، والجايدز والانستول. ده موقع ايونيك فريم ورك الرسمي ionicframework.com. طيب اتفقنا ان البلجنز والانتجريشنز سهله، ونقدر ان احنا ننتجريت اي بلجن احنا عايزينه. تمام. والحاجه الاخيره ان هو بيدعم الديسكتوب سبورت. الديسكتوب سبورت طبعا لو انت بتستخدم الكترون مثلا وعايز مكتبه تساعدك في الشكل بتاع اليو اي، ممكن تستخدم ايونيك مع الكترون، وبالتالي هيدي لك الشكل اللي انت عايزه. ده كان ايونيك باختصار شديد قوي 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 قوي. تمام. وهنشوف بقى تفاصيل في الفيديوهات الجايه. يلا بينا.